الصورة. الساعة قربت المغرب، الدار كلها كتحرك، الوليدات كيتسناو الفطور، والراجل جالس في الصالة كيتفرج في التلفازة وكيقلب في الهاتف. وفي المطبخ كاينه مرا صايمه من الفجر واقفه قدام البوطه، والعرق نازل من جبينها، وريحه الحريره طالعه، والشباكيه واجده، والخبز باقي خاصو يدخل الفران. وكتشوف الساعه مره وكتقول في خاطرها: يا ربي تقبل مني، راه تعبت اليوم. يمكن ما لقاتش الوقت تقرا قران، يمكن ما صلاتش النوافل، حيت نهارها كامل داز في الكوزينه. وهنا كيجي السؤال: واش هاد التعب كامل عند الله كيمشي هكاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. يعني حتى عندك الاجر الا احتسبتيه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن خلينا نكونوا صريحين، كاين شي نهار كتكون المرأة عيانة ومريضة، ولا حتى نفسيتها هابطة، كتكون كتقلب في الحريرة وكتسمع الأذان قريب، وكتقول في خاطرها: يا ربي، الناس في المساجد والناس كيقراو في القرآن وانا غير هنا في المطبخ. كتحس براسها بعيدة على العبادة، وكتحس براسها بحال مذنبة، وهي ما عارفاش ان اصلا داك العمل اللي كتعمله هي في الكوزينة بيدو عبادة. الا احتسبت الاجر ديالها عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت خصها حتى فاش تكون مثلا في الكوزينه خصها يا اما تشعل قران، او لا تشعل شي موعظه، او لا فقط غير باللسان ديالها تسبح الله سبحانه وتعالى. ولكن واش فعلا بعيده؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نمشيو لقصه عظيمه، ماشي اي امراه، هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، زوجات من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما كانش عندهم خدم ولا راحة ولا ترف، دار بسيطة وحياة كلها تعب. فاطمة رضي الله عنها كانت كطحن الشعير بيديها، كتطيب وكتغسل وكتكنس وكتجيب الماء من بعيد حتى يديها ولات فيهم آثار ديال الطحين والحبل، خلى علامة في كتفها من كثرة ما كتجيب الماء. تخيلي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرف نساء الجنة كتعيش هاد التعب كامل. فواحد النهار من النهارات فاطمة تعبت بزاف، جسمها ما بقاش قاد. سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاو عنده خادم، قالت في خاطرها: نمشي عند بابا يمكن يعطيني خادمة تعاوني. مشات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ملي وصلت ما لقاتوش. جبرت عائشة رضي الله عنها وقالت له: من يجي بابا قولي ليه انني خصني خادمه. صافي فاش مشات في حاله جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقالتها له عائشه، قالت له ان فاطمه جات عندك وما لقاتكش، وقالت لك ان خصها خادمه تعاونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم فاش سمع مشى نيشان عند فاطمه رضي الله عنها، لقاه هي وعلي بن ابي طالب جلس حداهم وقال لهم بلطف: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ السر العظيم قال لهم: إلا جيتوا تنعسوا قولوا الله أكبر 34 مرة، سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، وقال: فهو خير لكما من خادم. رد فاطمة ما غضبتش وما قالتش أنا خاصني خدامة، قبلت النصيحة وصبرات وبقات كدير الذكر كل ليلة، حيث كانت عارفة أن التعب في الدنيا كيتعوض في الجنة. وحتى علي بن ابي طالب في الايام ديالو الاخيره سوله: واش دائما كتقول هذا الذكر؟ قال انه عمره ما نساه، دائما فيما كيجي ناس كيقول هذا الذكر، حتى في الايام ديال الحرب، يعني حتى في الايام ديال القتال فما كانش كيوقف منه. وقال سبحان الله العظيم، كان كيحس بواحد القوه وواحد الطاقه فاش كينوض، يحس براسو عنده واحد الطاقه وواحد القوه ديال بحال شي واحد كيعاونو وهو كيعمل كلشي راسو. دابا رجع راسك، الا بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتخدم بيديها وكتصبر، فما بالك انتي؟ كل حريره كتوجديها حسنه، وكل خبز كتدخليها الفران حسنه، وكل لقمه كياكلوها صائم من يدك عندك اجر في حاله. فواش كاينه شي حاجه احسن من هذه؟ دابا غادي نهضروا حتى فواحد النقطه ديال الازواج. حتى هما الصراحه خصهم يقدروا الزوجات ديالهم ويقدروا التعب اللي كيعملوه. راه داك التعب ما كيحس به غير امراه في حالها،
هي اللي كتحس بديك التعب، انها تقير في كوزينه مشغوله، وزيد عليها في نفس الوقت ما كتعمل شي حاجه وحده، راه كتعمل هادي وهادي وهادي في نفس الوقت. خصها طيب، خصها تعجن، خصها الا كانوا عندها وليدات صغار خصها توجد ليهم، يعني الا كانوا في المدرسه خصها تنوض معاهم في الصباح، تنوض في الفجر توجد السحور، خصها يلاه تنعس واحد شويه تنوض، خصها توجد الماكله للوليدات باش يديوهم مدرسه، خصها تنوض معاهم، تلبس لهم، توجدهم حتى هما، تعطيهم يفطروا يمشي. وحتى اذا كانت مثلا الراجل خدام خصها هي توصلهم للمدرسه وتجي. واحد التعب، واحد التعب يعني ما كتحس به غير امراه، يعني تا هما خصهم يقدروا هاد التعب. فغادي تجي ما عندهاش وقت، يعني هي بحال راسها، يعني تدك الوقت الصغير راسها ما كتجبروش. الراجل كيخدم كيتعب ولكن عنده وقت، عنده راحه، عنده مثلا الحد راحه، عنده مثلا الا كان السبت ولا نص نهار كيكون مثلا عنده واحد الوقت محدد من يعني غادي يخدم في الصباح حتى العشيه، وديك العشيه كامله كتبقى راحه. غادي يجي غادي يجلس او لا يخرج من القهوه او لا يخرج، عنده واحد المتنفس. المراه ما عندهاش متنفس، خصوصا الا كان مثلا عندها ترابي صغير، خصها تنوض في الليل، خصها تعطيه الحليب، خصها يعني كتبقى خدامه 24 ساعه، يعني خصها واحد الطاقه. وديك الطاقه مين كتكسبها من الزوج ديالها، الطريقه ديال المعامله ديالو. يعني هي تخيلوا مثلا هي قياله في كوزينه وبدك التعب وديك الحراره والتوجاد وتماره، في الاخير فاش تحط الماكله شنو يقول لها؟ الملح ناقص، او لا مالحه او لا مسوسه. المهم هاد التعاليق بحال هيدا واخا يكون مثلا بصح ولا يكون بصح، يشوف الحاجه اللي مزيونه يشكرها، يقول الله يجازيك بخير، هادشي زوين، هادشي جا واعر، بكلمه طيبه غير يقدر ديك التعب ديالها هي. ومن بعد مثلا من بعد يقدر يقولها لها بواحد الطريقه غير مباشره، ماشي معها غادي تجلس هي شحال هي واقفه من بعد يشوف اكفس حاجه جات في الماكله يعمل عليها تعليق، لا، يشكر داكشي اللي جا زوين يشكرو، والحاجه اللي جات خايبه يخليها من بعد. ديك الساعه يقولها لها بطريقه غير مباشره، يقول لها مره اخرى ما تديريهاش بحال هكا، او لا انا كتعجبني هادي تكون بهاد الخضيره هادي، او لا. المهم يقولها لها بواحد الطريقه غير مباشره، يعني من بعد ماشي في ديك الساعه يحاول انه يهدر لها ديك التعب ديالها، يحاول انه يعطيها واحد الطاقه. عاد من بعد عاد يقول لها ديك الحاجه اللي ما عجبتوش يقولها لها بواحد الطريقه تكون محترمه. اولا بالنسبه انه يعاونها، ماشي غادي يعاونها مثلا هو يطيب اولا هو غادي يوجد فقط مثلا الا جا الساعه د الفطور يحط معاها شي حاجه، يقول لها واش غادي نعاونك، وخا هي تكون عامله كل شيء، غير كلمه انني واش نعاونك راه هذه كتكفي وتوفي. اولا مثلا لا كانوا عندها الدراري صغار ما كيخليوهاش دير الشغل ديالها، يقول لا انا غادي نخرجهم نلهيهم شويه، نخرجهم يلعبوا باش يخلي وقت تكملي شغلك ومن بعد نجيو مثلا. المهم هي تحس بان كيفكر فيها وكيحس بها ولو بحاجات بسيطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الرجال كان كيعاون في دارو، كان كيخيط توبو ويخدم بيده، ما كانش عيب عنده كيعاون مرتو عادي. يعني الا شفتي مرتك عيانه في رمضان قولي ليها واش نعاونك، ارتاحي شويه، تسلمي يديك، يمكن غير هاد الكلمه تفرح قلبها اكثر من هديه كبيره. رمضان ماشي غير صلاه، رمضان حتى رحمه وموده وتعاون. المراه اللي كتخدم في المطبخ في رمضان يمكن تكون عند الله اعظم اجر من واحد جالس مثلا غير كيتفرج. غير بدلي النيه وقولي يا ربي هاد التعب نخليه طريق للجنه. وفي الاخير كنقول لك اختي، الا كنتي مراه كتخدم في رمضان وكتحسي براسك عيانه وما لقيتي حتى كلمه شكر، تفكري ان الله كيشوف تعبك كامل، كل قطره عرق، كل دقيقه في كوزينه، كل لقمه كتوجديها راه مكتوبه لك حسنات. يمكن الناس ما كيشوفوش تعبك ولكن الله ما كينسى حتى حاجه، ويمكن نهار القيامه تلقاي جبال ديال الحسنات غير من داك الفطور اللي كنتي كتوجدو كل نهار. فخلي نيتك مع الله وخدمي بقلبك وصبري، حيت المراه اللي كتخدم في رمضان بنيه صالحه ماشي غير كتوجد فطور، راه كتوجد طريقها للجنه. فاللهم تقبل من كل امراه تعبت في رمضان واكتب لها الاجر العظيم وارزقها الجنه بلا حساب. الا كنتي وصلتي لاخر فيديو
كنتمنى ديري لي جيم وكومونتير، وشكرا.